لا منتظر، هذا السؤال جبناه قبل 10 سنوات، هسه يراجعون الأسئلة القديمة يشوفون متكرر ويجاوبون عليه، هذا الشيء ما يصير أبدا. السؤال الأول طبعا هذا مساعد، اكتب سؤال ما قاري وتمنيت أن لا يأتي، اكتب عنه باختصار لا تقل عن 20 صفحة. خاف يكذبون يا معود. فكرت بها، قرآن كريم وكل الأسئلة يحلفون بها قبل لا يجاوبون. السؤال الثاني، من هو مؤلف الكتاب؟ ومن أي مدرسة ابتدائية تخرج؟ وما اسم أمه؟ وما مشروبه المفضل؟ حلو، وماذا تناول قبل أن يألف هذا الكتاب؟ شنو تي تنتقم من الطلاب أنت؟ شنو ماذا تناوله؟ قصدك ماذا أكله؟ بالضبط. السؤال اللي بعده، عدد أنواع الحيوانات اللي تعيش على كوكب المريخ، وكم بقعة حمراء على هذا الكوكب؟ ولك بوجه أنا ما أعرف كم بقعة، السؤال اللي وراه 2 في 2. شبيك ما تخاف الله أنت؟ تي تنتقم من الطلاب وآخر ما تعرف تخلى أسئلة. تحركت سيارة بسرعة 100 كيلو في الساعة الواحدة، فصرفت ما يقارب 10 لتر بنزين، سعر اللتر 1000 دينار لأن محسن، فكم مشجع عراقي طفر سياج ملعب البصرة بلعبة العراق؟ ما هو لون التفاحة التي سقطت على رأس نيوتن عندما اكتشف قانون الجاذبية؟ بس تدري حتى هو ما كان يعرف لونها لأن ملتهي بالقانون. بس عاش تيتك، خوش سؤال. وآخر شيء ما ننسى مع تمنياتي تمنياتي لكم بالنجاح والموفقية. بس شوف، ما تخليها بالظرف، خلوا وياها طلقة.